انا عايزك تغمض عينك وانت بتسمع الحلقه دي. يوم الجمعه زمان كان ليه طعم مختلف، ريحه مختلفه، ريحه كانت بتفوح من بدري، ريحه بخور مخلوطه بنور ربنا، بالفطار المعتبر، فول وطعميه وجبنه بقوطه، قوطه مش طماطم، نتجمع في بيت جد وسته او تيتا عشان الهاي كلاس ما يزعلوش، الكبير والصغير، الوشوش كلها في وش بعض، نضحك من قلبنا على موقف او نكته ممكن تكون عاديه جدا بس اللمه بتحليها، نشد من أزر بعض عشان ما يحسش انه واقف قصاد طوفان الحياه لوحده، نظره حب من عم او خال، اللي نجح نبارك له كلنا نفرح له من قلبنا، واللي سقط نقول له يا فاشل، واللي في ثانويه عامه كان بيسمع ادخل ذاكر ربنا معاك بس من قلب خايف عليه بجد. كنا بنقعد جنب جد وتيتا ومكتبه التاريخ بتاعتنا بيحكوا لنا حاجات كل حرف فيها تنفع حكمه وقانون نمشي عليه، حكايات مغزول فيها قيم واخلاق حقيقيه اكتر ما هي تسليه. الاطفال كانوا بيجروا على اوضه خارج التغطيه، يعملوا خيم بالملايات والمخدات، يلعبوا ويفكروا ويشغلوا خيالهم، كل واحد منهم كان بيكتب قصه هو بطلها. والكبار يا سلام على الكبار، كانوا بيلعبوا بينجو او اتوبيس كومبلي او يشغلوا فيلم لاسماعيل ياسين او عادل امام، كنت تسمع صوت الضحكه طالعه من القلب. وبعدين بقى اللمه الكبيره على السفره، اكل اشكال والوان، وطبعا المحاشي هي البطل، كل واحد جايب صنف من بيته، الخير بيملى المكان. والله الواحد مش عارف هو طعم الاكل اللي فعلا حلو ولا اللمه اللي كانت محليه طعم. صلاه الجمعه نفسها كان ليها طقوس اجتماعيه بنستناها من الاسبوع للاسبوع. كنا بننزل قبل الصلاه بساعه نتجمع ونتكلم، وبعد الصلاه نقعد ساعه تاني نتجمع ونتكلم، وبعدين شويه يروحوا يلعبوا ماتش كوره في الشارع، يحطوا طوبتين ويعملوهم جون واديها. كان في طاقه وحركه وتواصل. يوم الجمعه ده جزء من نشأتنا، جزء كون شخصيتنا واحنا ما نعرفش، يوم عمل فينا معجزة نفسية. دينيا هو سر البركة كله، ربنا أمرنا بصلة الرحم وجعلها فريضة، وحذر من قطعها تحذير شديد جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يشم رائحة الجنة قاطع رحم، وقال برضو من أحب أن يبسط له رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره يعني يزداد في عمره. عندي طلب أو بالأصح رجاء لكل الجيل الجديد، جربوا تسألوا على خالاتكم وعماتكم الكبار في السن، اعملوا اللمة من جديد، صدقوني هو ده المعنى الحقيقي للحياة. العيلة هي حياتك وهم أصلك، عمر الضفر ما يطلع من اللحم. اللمة اللي في جامعتك أو في مدرستك أو حتى في شغلك دي لمة قايمة على المصلحة، مؤقتة مهما كانت حلوة. أما العيلة دي لمة العمر اللي مستحيل تنتهي. الله يرحم كل الجدات والجدود اللي سابوا في بيوتنا الدفى والأمان، ويرحم كل حد كبير كان بيسعى للمة ويجمع الشمل وينتقم أشد انتقام من كل قطع رحم. يوسف ابني كان نفسي أعيشك الإحساس ده، بس للأسف ربنا يجمعنا مع بعض على خير يا روح قلبي وفلذة كبدي. جمعة مباركة عليكم، سلام عليكم.